دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكر مغلق بالقرية الأولمبية استعدادا لمواجهة نادي طلائع الجيش الأحد المقبل في الجولة الثانية من مجموعة الابتعاد عن الهبوط. وفضل الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة خالد جلال الدخول في معسكر مغلق في القرية الأولمبية بعيدا عن الأجواء المشحونة داخل النادي الإسماعيلي. وخاض الفريق الأول مرانه على ملعبه استاد الإسماعيلية منذ 3 أسابيع لخضوع الملعب للصيانة لسوء أرضية الملعب. وكان الفريق يؤدي تدريباته على ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح في الإسماعيلية. ويخضع الثنائي محمد عمار ونادر فرج لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيتهم للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة، حيث غاب محمد عمار لمدة 2 شهرين منذ مباراة المقاولين العرب التي هزم فيها النادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف. وغاب نادر فرج بعد إصابته في مواجهة حرس الحدود الأخيرة قبل التوقف الدولي. بالتوفيق للنادي الإسماعيلي، حيث يعتبر أن مباراة طلائع الجيش مع الإسماعيلي الفوز بها حياة أو موت للتقدم إلى الأمام والابتعاد عن منطقة الهبوط.